خطا يقول لك الحساسيه معديه، مش معديه يا ابني ما تخافش. دي بقى الفطريات. الفطريات احنا قلنا 400 نوع بيأثروا على الانسان، دي حاجه اسمها الفطريات البيضاء، موجوده حوالينا دلوقتي، موجوده جدا ومهمه جدا للفتيات والاناث وهكذا، موجوده في حياتنا. واحيانا يقول لك ايه، انا عندي فسافيس بيضاء جوه، صمت كتير، اكلت مضاد حيوي ومسكنات، بيدخن، بيشرب خمره، تحت الشفه من جوه من الداخليه بطانه الشفه بيبقى في حاجات بيضاء، او لسانه كله فيه بقع بيضاء، او بقه كله بقع، الخد من جوه وهكذا. او البنات يبقى عندهم افرازات كثيره تناسليه، او يبقى عندهم هرش وهكذا. طفله صغيره يبقى عندها برضو لسه مولوده ويبقى عندها مكان الحفاضه. الجديد بقى والخطير واللي هقوله النهارده ان هناك علاقه، يا ريت تسيبوها لنا بقى دي شويه. هناك علاقه بين الاوتيزم والتوحد والحساسيات. الجديد على العالم كله بنقوله الجديد، ان زي ما انا يكون عندي حساسيه للفطريات تخليني اهرش وايدي تورم، مناخيري تنسد، او عيني تسيل، او صدري يضيق، ممكن الحساسيه تخليني متعصب. يعني ممكن اكون انا عصب، انا سليم انا بتعصب، شميت قمامه، شفت قمامه، قعدت في مكان مش لطيف، بقيت انا عاصب. ده ليه علاقه بضيق التنفس ولا ليه علاقه بان الحساسيه او الفطريات دي بتتفاعل مع الجهاز العصبي او كده؟ لا، الجهاز العصبي. الجهاز العصبي خلاص. نمره واحد. نمره اتنين، ان زي ما في بعد شويه هنشوف الفيلم اللي هو كيف تحدث الحساسيه، في شريحه كده منهم كيف تحدث الحساسيه. ممكن الخلايا الحساسيه اللي هنشوفها بعد شويه، وهنشوف الانفجار العظيم، في بعضها موجود في المخ، وموجود في المخ في الاماكن بتاعه المعرفه، بتاعه الذكاء، وبتاعه التعلم، وبتاعه الاستدعاء الذاكره، وبتاعه التفاعل مع الاخرين، وترجمه المعلومات البصريه. ممكن الخلايا دي كمان تتحسس، يعني انا ممكن اكل اكله، ممكن اكل قمح، ممكن اكل لبن، ممكن دي بص دي خليه حساسيه. شوف الخليه فيها البقع، كل دايره حمراء دي ماده بتعمل حساسيه، هتنفجر بعد فتره لو انا خدت مؤثر. يبقى دي كلها محطوطه. هو على فكره الانفجار ده لمصلحتي، اتاري الانفجار ده بيحاول يتفاعل مع الماده اللي بتعمل حساسيه ويعمل الاعراض عشان يديني انذار. هو بيقول لي روح للدكتور، بيقول لي اهرب، المكان ده فيه تراب، اهرب، المكان ده فيه فطريات، اهرب، نظف، اعمل حاجه، اتحرك من مكانك، روح خد دواء وهكذا. شوف بقى ده حديث جدا اللي انا هقوله دلوقتي، ولازم الناس تعرف الحساسيه بتحصل ليه، لان ده هيفيدنا في الشفاء والعلاج. بصي بقى حضرتك، شايف الحاجة الخضراء دي؟ الحاجة الخضراء دي المضاد الجسمي الذي يكونه الجسم عشان يتفاعل ويشاغل ويقبض على المادة الصفراء اللي عليها الأربع كور الحمراء. المادة الصفراء اللي عليها الكور الحمراء دي المادة اللي تحدث حساسية. الفطريات أنا شفتها أول ما اتولدت ما كانش حصل حاجة، بعد أسبوعين 3 المادة الخضراء طلعت اللي هي مضادات الأجسام. مضادات الأجسام أصبحت مستعدة زي الصواريخ، بتبقى قاعدة على المنصات. دي الخلية اللي تحت دي خلية الحساسية، بتكتر الخلايا وتكتر المضادات وتبقى متأهبة لأي هجوم، أي غزو قادم للمادة اللي بتعمل الحساسية الصفراء. دخلت اهي دلوقتي، اشتبكت معاها، مسكت فيها، ادت أمر للخلايا اللي تحت طلعي زي مية النار، زي النابلم، اطلعي طلعي كل اللي عندك عشان تزودي التفاعل الجهاز المناعي، عشان تدي إنذار لصاحب المكان، اصحى احنا عندنا في غزو، اهرش، كح، اعطس، تقيأ، اعمل اسهال، اتخلص من الماده الغريبه دي عندك عشان تخلص منها. ده مهم جدا، دي بتفيدنا في الشفاء. ازاي؟ دايما دكتور هقف مع حضرتك وقفه كده. الحساسيه دايما بيقال ان هي مش ملهاش علاج. انا بقالي 20 سنه في مصر وبقول هناك شفاء تام، وبترجع بعد فتره بممارسات صحيه، ولا شفاء نهائي؟ نهائي. الست قارات موجودين. تمام. انا الدكتوراه بتاعتي في الحساسيه صعبه العلاج. تمام. الست قارات اهلا بيهم في مصر. بص بقى حضرتك، دي ده من ضمن الحاجات. يقول لك طب انت عرفت عندي حساسيه ازاي؟ انت بتنكر. في اختبارات كثيره بنعملها، اختبارات في الدم، اختبارات في الجلد، اختبارات في النسيج نفسه، في الانف وفي العين وبتعمل في الجامعه وكل حاجه، وبنعمل كده. ده اختبار حساسيه مسببات. في حاجات عملناها ما ظهرش اي تفاعل، ولكن في حاجات ورمه، في حاجات ورمه ومواليها احمرار، في حاجات اتفرشت فرشه كبيره. فهتلاحظي حساسيه الفطريات هنا في اكثر من نوع من الفطريات، هتلاقيهم عنده اكثر مش نوع واحد، اكثر نوع. معناها اقول له قول لي اوصف لي بيتك عامل ازاي، يقول لي المجاري ضربه في الشارع، ومواسير ضربه في الحيطه، والسقف، وانا ساكن في بيت قديم بقاله 100 سنه والسقف كله بيقع، وكل الحيطه من الشعر، والحمام كله واقع، وعند هنشوف بعد شويه في المطبخ اشوف المطبخ تلاقي كل الحنفيات فيها فطريات، وتحت الحوض وفوق الحوض، وادخل الاقي شيء احنا متعود على الريحه، ايه ده وحاطط ملابس كتيره في الحمام مليانه فطريات وهكذا، وفي الشمس عندهم وما شافش اي نوع من التهويه، والرطوبه موجوده،
وعدم نظافه برضه دي حساسيه الفطريات. شوفي اكثر من نوع اهو، انواع متعدده. يبقى وجود الرطوبه، وجود الدفء، وعدم التهويه، ده كله بيخلي الفطريات تنتعش وتكتر. ممارسات خاطئه مني انا، باخد بقى مضاد حيوي يقوم يقتل البكتيريا. من ضمن الحاجات الجميله برضو، من ضمن الحاجات الجميله في مضادات، في علاجات الفطريات. اوكي، في مضاد للفطريات، ولكن انا بستخدمه بحذر، وكل 20 يوم، كل اسبوعين، لاني بخاف على الكبد وخاف على الجهاز المناعي وخاف على كذا حاجه في الجسم. ولكن طلع ان الدواء الطبيعي لقتل 200 نوع من الفطريات هو ده. حوالي 26 نوع من الفطريات البيضاء اللي احنا اتكلمنا عليها، بتعمل مشاكل في البنات والستات وتخلي الناس عندها نقص مناعه مشاكل. ده التوم، بس مش توم بقى وحاول يقول لك لا مش توم واحد، هقول لك ازاي. وكمان ال 200 نوع من الفطريات، احنا عندنا 400 نوع من الفطريات يهاجموا الانسان، نصهم قاضي عليهم بالتوم.